ودي يا حبايبي الدهن بعد ما سيحناه وجمد في التلاجة، حطيته في التلاجة. طلعنا كيلو زبدة من كيلو دهن وكوباية قشطة وكوباية مية نحطهم عليها. انتوا لما تدخلوا تشوفوا الفيديو هتعرفوا ازاي بقت زبدة بالشكل دون، وهوريكم مرملة قد ايه. بصوا ما شاء الله، انا لسه مطلعاها من التلاجة. بصوا مرمله ازاي، تحفه. بصوا ده يعني يا حبايبي فيديو جميل يستاهل مليون لايك. يا ريت تدخلوا تشوفوا الفيديو وتشوفوا ازاي حولنا الدهن البقري لزبده بقري باقل امكانيات، وطلعنا كيلو زبده. الريحه والله انا ما بحلفش كذب، يعني انا مش. بصوا الريحه خطيره ترميله. بنتي اصلا انا كنت عامله قبل كده الجاموسي بدهن جاموسي، بنتي كانت فاكراها زبده جاموسي، ريحتها زبده خالص خالص خالص. فطبعا ده يا حبايبي فيديو، اتفضلوا يلا ادخلوا شوفوا الفيديو، ويا ريت تعملوه تنفذوه واكتبوا له في التعليقات. وطبعا دي انا اي حاجه بكتشفها بتوفر بعملها لكم، لان احنا في الزمن دون لازم نوفر كل حاجه. ادخلوا شوفوا الفيديو، يلا بينا ندخل مع بعض نشوف الفيديو، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجه بنعملها، اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناه. طبعا الكل عارفين ان الزبده غليت والسمنه غليت، واحنا دلوقتي عاوزين نخترع بقى من اي حاجه عندنا، بواقي حاجه نخترع منها سمنه بلدي. انا عملتها وجربتها، وبعد ما جربتها قلت اعمل معاها. فقعدت بقى طبعا كلنا طالعين من العيد، عندنا دهن، عندنا يعني احنا كنا جايبين لحمه، فاللحمه طبعا احنا ما بناكلش الحاجات دي مسلوقه. فطبعا الجزار كان مديني بقى عليها دهن وحاجات، فحوشتها كلها في كيس، يعني في حدود كيلو كده، كيلو دهن. او انت بقى ما عندكيش محوشه، تشتري كيلو دهن من عند الجزار بيتباع ب50 جنيه، وتقطعيه مكعبات صغيره كده. طبعا بتغلي لبن، تشيلي قشطه اللبن بتاع مثلا يعني كوبايه قشطه كده، وهنحط دون على ده وهنحطه في قلب حله. بس دي يعني طريقه لتحويل الدهن لزبده بلدي. كوبايه قشطه على كيلو زبده على كيلو دهن. اي دهن بقى، اي دهن ده دهن بقري. فطبعا ما عندكيش قشطه، حطي كوبايتين لبن، لا كوبايتين لبن لا اما كوبايه قشطه. فانا دايما بجيب لبن وبحوش القشطه في الفريزر، والعلبه دي مليانه بتاع كوبايه اهي. فانا هحط الدهن دون في قلب الحله كده، وتكون حله طبعا عشان بيفور، حله كبيره شويه. دون بتاع كيلو انا محوشاه من لحمه العيد وقبل العيد كمان يعني، بس هي دون دهن بقري مش دهن جاموسي. فهحطه كده وهنروح حاطين بقى عليه. ده تحويل الدهن لزبده بلدي. عملتها والله العظيم، بنتي كانت فاكراها قالت بيها بيض، وبقول لها انت خدتي من انهي بطرمان. بصوا هنحط القشطه عليها كده اهون، بس انا بقى هنزلها بالمعلقه مع نفسي كده لانها هي متلجه شويه. بصوا متلجه، هنزلها بالمعلقه، وهنروح حاطين عليها كوبايه ميه وهنحطها على النار. يلا بينا نحول الدهن لزبده بلدي وتحدي، يلا بينا. فضينا يا حبايبي اهو القشطه اهي على الدهن، وملينا العلبه اللي كان مطرحها قشطه ميه. بس كده، يلا بينا نروح نحطها على النار ونوطي عليها النار سهاري، وواحده في واحده هوريكم شكلها هتبقى عامله ازاي. يعني نوطي عليها النار سهاري قوي، يلا بينا. كده بقى نوطي النار ونسيبها بقى تسلي براحتها. بعد ما غلت غلوه جامده كده ونار عاليه، نسيبها بقى تسلي. بصوا القشطه ساحت اهي مع كوبايه الميه. احنا ليه بنحط كوبايه الميه؟ عشان نسوي القشيم ده. طبعا انواع الدهن تختلف. دون دهن كان في اللحمه، يعني كنت انا مقطعاها عشان الحاجات دي ما تتاكلش عندي، بس انت لو اشتريتي كيلو دهن من عند الجزار بيبقى يعني بيديكي كميه اكتر من كده. بس انا قلت اوريكم الطريقه، ولسه هنحط بقى مكون تاني بس في الاخر خالص. استمروا معايا في الفيديو وهتعرفوا ايه المكون التالت اللي هنحطه،
وهتبقى شكلها والله طعمها احلى من البلدي. بصوا لونها عامله ازاي. دي في المرحله اللي قبل الاخيره لازم القشيم ده يبقى لونه احمر، فاحنا هنستنى عليه لغايه ما يبقى لونه احمر كله كده. بصوا هو عمال يسلي دلوقتي بقى. بصوا وريحتها بقى ايه اكنك بتسيحي زبده. هجيبها لكم بقى في المرحله الاخيره واوريكم منظرها عامل ازاي. انا موطيه عليها النار خالص كده بقى. دلوقتي اخر مرحله يا حبايبي. بصوا بصوا اللون القشيم خلاص خد اللون اللي انا عاوزاه، اللون الاحمر كده. هنحط بقى عشان يديكي بقى ترميله وما تحسيش وانت لما تيجي تقلي اكل ولا حاجه اللي هو بيدهن في بقك. هنحط كوبايه زيت ومش هنغليها يعني. بص اهي كوبايه زيت اهي، وهنحط نص معلقه ملح بس كده، ونروح مقلبين. دي بقى اخر مرحله خالص. هتغلي بس دقيقه واحده وبعد كده هطفي عليها وتبرد بقى. واللي انت لو عاوزه انت بتحبي القشيم دون حطيه في بطرمان، والصف ده انت تحطيه في بطرمان. بس هي دي طريقه تحويل الدهن لزبده بلدي، وريحتها زبده بلدي خالص وبتبقى مرمله. كوبايه الزيت دي بيديها ترميله، بس مش هنقدح الزيت يعني. بص هو بص قلب قلبتين اهو وانا معاكم اهو. خلاص كده ندفع عليه بس كده، ياخد بقى الحمو كله ونسيبها بقى تبرد. وهصفها لكم ببطرمان وهوريكم ايه شكلها عامل ازاي. بس القشيم دون احنا عندنا مش بنحبه يعني، احنا مش بنحبه. في ناس بتحبه قوي في قلب الباميه، اللي بيحبه يروح حاطه في قلب البطرمان، ولما تيجي تقلي تبقى تحطيه في قلب الخضار كده. وفي ناس بتحب تاكله في الباميه، لكن احنا ما بنحبوش. ماشي، لما تبرد بقى نصفيها في بطرمان كده في مصفى. والقشيم دون انا هرميه نصيب القطط بقى، القطط هي اللي تاكله. بص حبايبي خلاص كده يعني هي بقت دافيه هي. طبعا هنجيب بطرمان وهنجيب مصفى زي كده ونقعد نعمل ايه عشان بس ما ندهولش الدنيا. طبعا لازم امسك بايديا الاتنين وانا ماسكه الموبايل بايد وبصور بايد، فانا هعمل لكم بس ايه حاجه بسيطه بس كده وهصفيه كله وهوريه لكم. بص عشان القشيم بس انا مش عاوزاه. بس كده نصفي كده. ودون بقى ايه اللي عاوزه يحطه في بطرمان لوحده، لكن انا عن نفسي هحطه في كيس واحطه في الزباله. القطط بتاكله، لكن احنا ما بنحبش القشيم ده. او لما بيكون متحمر في كبده يعني، بس طبعا بيعلي الكوليسترول عندنا والاولاد اصلا ما بيحبوهوش. في ناس بتحبه بتعشقه في الباميه يعني. بصوا سامعين اهو بينزل اهون. هجيب بقى كيس وهحط ده في كيس كده وهصفي الباقي مع نفسي واوريلكم منظر الزبده اللي عملناها شكلها عامل ازاي. دلوقتي حبايبي خلاص صفيناها طلعوا بطرمان. البطرمان دون يعتبر كيلو زبده. ده القشيم انا حطيته في قلب كيس هي يعني. القشيم دون في ناس بتحطه وبتقلي منه محشي، وفي ناس بتحب تاكله في قلب الاكل. فانا بروح لا انا مش بحبه، بحطه في قلب بربط الكيس وبحطه في الزباله. والله في ناس بتاخد الحاجات دي زي العيش بالظبط. لما يكون عيش عندي ناشف ومش خلاص عفن او مش هناكله، بروح حاطاه في كيس في الزباله برده وبروح ربطاه. ودي اللي انا كنت عاملاها قبل الفيديو. انا كنت بس دي كانت بدهن بقري جاموسي يا ربي. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا مرمله ازاي. انا لسه مطلعاها من التلاجة. بصوا شكلها تحفه. بصوا مرمله ازاي. انا مش عاوزه بس عايز ايد عشان الموبايل. بصوا دي بجاموسي، لكن ده دهن بقري. ده دهن كانت انا مطلعاه يعني. الجزار وانا بجيب لحمه العيد اداني اللحمه كانت مليانه سمين ودهن، فانا قشرت الحاجات دي لما بتتسلق ما بتتاكلش. فديا بقى قلت ايه يعني قلت اعمل لكم فيديو عشان خاطر تعرفوا الوصفه الخطيره دي والله العظيم تستاهل مليون لايك. لما يكون ايه احسن من السمنه المهدرجه على الاقل نقلي منه للاكل حاجه زي كده. والله العظيم بنتي جت بتقلي للعيال بيض
قلت لها اخدتي من انهي بطرمان؟ قالت لي من البطرمان ده. قلت لها يا بنتي ده مش زبده، دي دهن بالوصفه اللي انا عملتها دهن معاكم، دهن بالقشطه وفي الاخر خالص بروح حاطه لها كوبايه زيت زغنطوطه، يعني كوبايه زيت ما تجيش 8 كيلو. دون كان عباره عن كيلو دهن، وحطيت كوبايه قشطه ونص معلقه ملح، وتحطيها على النار لغايه ما تبقى اللون دون كده، القشيم بيبقى اللون دون كده. وبعد كده بقى ايه، نحط كوبايه الزيت دقيقه واحده ونطفي عليها، وبعد كده نسيبها بقى تروح ونصفيها بالمصفى، وهتطلع لنا ايه، سمنه بلدي. ريحتها سمنه بلدي وشكلها سمنه بلدي. دي سمنه جاموسي اللي انا كنت عاملاها، انا كنت ده عاملاها قبل العيد. ودي بقري، لان اللحم بتاعتها كانت لحمه بقري. وطبعا ده كان فيديو النهارده يا حبايبي، والله العظيم ما بستخسر فيكم اي معلومه بعرفها، اي حاجه حلوه بعملها بحب اقولها للناس كلها عشان الناس كلها تستفيد. اليومين دول كل حاجه غاليه. طبعا انت بتسلقي اللحمه بتبقى فيها سمين، اقعدي حوشي يجي شهرين ثلاثه، حته دهنه الجزار يديها لك لغايه ما، يعني مش لازم تشتري كيلو دهن. انا بحوش، يعني انا الحاجات دي كنت محوشاها من اللحمه. انت ذابحه وعندك دهن اعملي كده. فاحنا السنه دي ما ذبحناش، بس دهن دهن اللحمه كله، فعمل لي كيلو سمنه اهو. تقل منه الملوخيه، تقل منه الباميه، تقل منه، يعني بصي بقول لك بنتي قالت منه بيض وكلوا وطعمه جميل وريحته زبده وكل حاجه. ف وفي ناس بيعملوا منه قرص، يعني انا شفت فيديوهات كتير قوي الناس بيعملوا بالخلط دي قرص وحاجات من دي، بس انا لا، انا هقلي بيه بس. فدون لو كان الفيديو دون النهارده يا ريت يكون خفيف على قلبكم، ويا ريت تستفيدوا، ويا ريت تحطوا لايك، لان الفيديو دون يستاهل مليون لايك بصراحه. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.